السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم خاوتي، اتمنى للجميع بخير. اليوم متابعينا الكرام، وكالة الانباء الجزائريه يعني الموقف الرسمي للجزائر بهدل المروك ومحسدته وحتى بوريطه معاه، اللي بعد الدعوة الأخيرة اللي قالها بوريطة بأن الملك محمد 6 يدعو الرئيس تبون لزيارة المروك من أجل الحوار. اليوم الوكالة الجزائرية يعني الموقف الرسمي للجزائر بهدلهم ونحلهم البنطلون. دوك نقراو الرد الرسمي تاع الجزائر وصبروا معايا نقراو حبة حبة خاوتي. صح، العنوان يقول: المغرب عندما يسوق بوريطة الوهم عن طريق التزوير الضعيف بعد انهزامه في آخر معقل له بسبب تصريحاته التافهة للصحافة العربية. لم يجد بوريطة وزير خارجية المروك في رحلته الدائمة للبحث عن الأفكار الغبية من حين أمامه سوى اختلاق دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. يعني راهم يقولوا باللي القمة العربية بعد النجاح الباهر تاعها وبعد محاولة بوريطة البهلوان صاحب الصوت الأنثوي التشويش على القمة العربية بالجزائر، بعد ما نجحش كيتبهدلوا المعركة ما صابوا حتى حاجة، خلقوا دعوة تاع الملك محسدته كما قالوا محسدته يدعو الرئيس تبون لزيارة المروك من أجل الحوار. نزيدوا كملوا خوتي، انني باقي نزيد نبهدلهم صح، معليش نكملوا الرد تاع الاخر خير. وبما أن هذا الموضوع جاد ولا يمكنه أن يكون مادة للدعاية الكاذبة، فإن هذه المناورة الدنيئة وغير اللائقة والتي لم تنطلي على أحد لا تعد أن تكون تبريرا سخيفا لتخلف عن حضور الملك محسدته في آخر لحظات أشغال القمة. يعني قال لك هذه القضية الكذبة اللي طلقوها غير باش يغطوا للملك محمد 6 اللي ما حضرش القمة العربية، راكم عارفين عليه باسكو سيادوا ليه قالوا له ما تروحش، الله غالب عليه هذاك ما يحكمش. نزيدوا نكملوا. وكان قد تم التأكيد على مشاركة العاهل المغربي في القمة العربية المنعقدة في الجزائر من خلال رسالة شفوية تم تبليغها لوزارة الخارجية الجزائرية قبل أن يتم التأكيد عليها عبر الجامعة العربية، ناهيك عن تقديم طلبات لتحليق والهبوط ل10 طائرات مخصصة لنقل الملك وولي العهد وباقي الوفد الملكي. خاوتي شوفوا نقول لكم حاجة، اليوم كي قلت لكم وكالة الأنباء الجزائرية نحت البنطلون للمرأة كم مانيش غير بهدلتهم يا جدك، راهم جبدوا لهم كاع الدوسيات. شوف اش راهم يقولوا بلي الملك محمد 6 راه قال للجزائر باللي نحضر انا والولي العهد تاعي وخلوا لي 10 طيارات نجي فيهم انا والحاشيه، تعرفوا العياشه والعابده تاعو يجيو معاه، يعني قال لهم خلوا لي 10 طيارات. وقال لك في اخر لحظه قلب الموقف تاعو قال لك ما بغاش يحضر. نزيدوا نكملوا خاطر. ولكن سرعان ما تبين انه ليس سوى سيناريو محبوك مسبقا، الامر الذي ظهر جليا في تصرف الوزير المغربي حين وصوله لمطار الجزائر، وابدى تذمره لانه لم يحط بالاهتمام الذي يليق به. وليش من اهتمام؟ خلينا نكمل. علما انه تلقى نفس المعامله حسب التقاليد الرسميه، شأنه في ذلك شأن نظرائه من الوزراء العرب. هنا راهم يهضروا خاوتي للحركات البهلوانيه، الحركات البهلوانيه لصاحب الصوت الانثوي بوريطه، كيفاش قال لهم العمر ما سنانيش هم استقبال رسمي ومنا وانت راك في المروك نخيك انت اش باغي يستقبلك بالجزائر، ما كاينش قال يستقبلك. اخر الجزائر تقولوا استقبل بوريطه قولوا ما نحلبوش، هذاك راه كاع حاجه ما كاينش قال يستقبلوا، داك مهبول. زيد نكملوا خاوتي. ولم يكن ذلك إلا بداية لسلسلة طويلة من الاستفزازات، ففي الوقت الذي رفض فيه أن يحظى بالضيافة الجزائرية المعهودة أمضى هذا الوزير المزور لأقواله معظم وقته في تجول في أروقة القمة بحثا عن أي صحفي ليلقي عليه رأيه بدلا من المشاركة بطريقة بناءة مع أقرانه في مناقشة التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم العربي أمام نظام عالمي جديد في طور التشكيل. يا ودي والله كي نقول لكم قصفوهم اليوم بهدلوهم مانيش غلط. اش راه يقول؟ قال لك لا
كي كانت القمة العربية في بدايتها ولا حتى بالنهاية، قال لك بوريطة هذا كيظل يدور في الأروقة تاع القمة العربية، يحوس على كاش صحفي باش يخرط عليه ولا يكذب عليه ويدخل فيه القضية الجزائرية المروكية. الجزائر ما راهيش محلبة المروك، قال لك باش يلها في القضايا تاع الأمة العربية والعالم الجديد اللي راه يتوجه ليه العالم، هو راه يحوس لك الصحفي باش يهضر ليه ولا يخرط عليه. قال لك مكي حتى صحفي حلبو. نزيدو نكملو خاوتي. لكن الحقيقة أن مركزية القضية الفلسطينية خلال قمة الجزائر شكلت مصدر إزعاج حقيقي لدبلوماسية المروك، الذي اختار التطبيع على حساب الشعب الفلسطيني ليخدم أهدافه التوسعية الدنيءة بشكل أفضل. يعني لأنهم يهضروا باللي قال لك المروك في القمة العربية قال لك اختاروا التطبيع، يعني اختاروا أسيادهم كيان الصوص وما دعموش القضية الفلسطينية، لأنه أسيادهم كيان الصوص يدعم في الاحتلالية تاعهم للصحراء الغربية. نزيد ونكملوا خاوتي. في الواقع لم تتفاجأ السلطات الجزائرية بسقطة النظام الملكي المروكي هذه، ولم يخدم التشويق الزائف حول قدوم الملك إلا أولئك الذين تكهنوا عبثا بهدفين بائسين: لفت الأنظار من خلال تسليط أضواء الصحافة العالمية على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية، والتشويش على قمة عربية حاسمة تعقد في ظروف استثنائية. مارس الوزير الذي لم يرتقي إلى مستوى الحدث لعبته الصبيانية المفضلة، محاولا إقناع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ممثلا لجبهة بوليزاريو كان حاضرا ضمن المشاركين في القمة. أهدلوهم يا خويا. شوف في الاولى قالوا لهنا راهم يقولوا بلي الجزائر كانت متحلبه للمروك من اول خطره باللي الملك محسن موجه، يعني السيناريوهات اللي قالوا محسن رجاء ولي العهد والتحكيات اللي كانوا طالقينه، قالت لهم باللي الجزائر كان على بالها باللي نتوما الملك هذاك مش راجل ومش راه يحضر في الجزائر. حاجه الزوجه قالوا البهلوان بوريطه بعد الحركات البهلوانيه التي يبرع فيها، حاول يدير واحد الحركات واحده اخرين داخل القمه العربيه، وقاعد يخرط عليهم وقال لهم راه كاين ممثل تاع بوليزاريو حاضر في القمه العربيه، وقاعد يشوش في الاخر، والجزائر ثاني كانت على بالها وقفت بالمرصاد. نزيدو نكملوا خاوتي. وامام مثل هذه المهزله التي اضحكت العديد من المشاركين يا خويا والله، شوف الموقف الرسمي الجزائري كيما موقف الشعب الجزائري، فاهم ولا؟ هم يقولوا بلي المراكه هم ضحوكات العالم، يعني راهم يضحكوا كاع الناس. شوف حنا يضحكونا العياشه وراهم يضحكوا في المشاركين في القمه العربيه، راه قال لك ضحكوا المشاركين. انتهى الامر بهذا الوزير الذي غادر وهو يجر الذيال الخيبه إلى الاعتراف بأن فريقه المتحايل كان على خطأ، وهذا ما يعكس للأسف مساهمة الوفد المروكي المشارك في أشغال القمة في الجزائر وبهدلوهم. نزيد نكمل. ويترجم هذا السلوك غير المسؤول الذي اعتاد عليه المعني ضغينة وتيه الدبلوماسية المروكية التي لم تتوانى في جمع النكسات، بحيث تعود آخرها إلى اليوم بعد إعادة انتخاب المترشح الجزائري العربي جاكتا لعهدة ثانية على رأس اللجنة الدولية للخدمة المدنية أمام خصم مغربي بنتيجة نهائية ساحقة بلغت 121 صوتا مقابل 64 صوت. يعني الجزائر ديما رابحة، المروك الجزائر ديما الجزائر رابحة، ما ندخلوا بالتفاصيل. نزيد نكملوا. وهكذا فإن الضغوطات وأسلوب التخويف الذي يمارسه السفير المروكي في نيويورك الذي كان يحاول عبثا الإيقاع بالوفود الأجنبية باءت بالفشل، وهو ما جعل الدبلوماسية الدولية تسجل هزيمة نكراء أخرى للمروك. الدبلوماسية تاع المروك ديما خاسرة وديما متبهدلة عالميا. وأما هذا الانتصار الجزائري الباهر فيكرس عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة تحت قيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون. ومن المؤكد أن يقضي الوزير بوريطة بعد نكسته في الجزائر ليلة أخرى يتذكر فيها إخفاقاته العديدة، ويفكر في حيلة أخرى لضرب بلد من مصاف الدول الكبرى.